السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الديكور والتدبير المنزلي مع أمل. أثناء زيارتي لمدينة الصويرة اللي هي مشهورة بالطبع بشاطئها الجميل وبمدينتها العتيقة وأيضا بصناعها التقليديين، زرت هنا ورشة لفن أو النجارة الفنية، يعني هنا فن تزيين الخشب أو الرسم على الخشب. وقابلت واحد الصانع تقليدي اللي فعلا هو فنان. غنوريكم بعض الأعمال ديالو، وأنه أبى أن يعلمكم أو يعطيكم درس في فن الرسم على الخشب. بقوا معايا حتى الأخر. الورشة ديال هاد الصانع التقليدي هو سميتو المعلم مصطفى، كي توجد في تعاونية الوفاء للنجارة الفنية اللي كتوجد بمجمع الصناعة التقليدية بمدينة الصويرة. هاد مجمع الصناعة التقليدية لمدينة الصويرة كيضم يعني مجموعة من الورشات، وكي توجد قرب باب مراكش. أول شيء غنبداو به هو نعرفكم بمجمع الصناعة التقليدية. بالطبع كما قلت لكم بأنه كي توجد فيه عدة ورشات. غنشوفوا الورشة الأولى اللي هي صناعة أو نجارة خشب العرعار اللي مشهورة به مدينة الصويرة، وكان لي لقاء مع صانع تقليدي. السلام عليكم. هذا عرعر صانع تقليدي ديال العرعار. هادشي كيصاوبو هنا وكتلقموه بعود الليمون ياك، هذاك البيض. هذاك الليمون. وهذاك شنو الصدف داك اللي كيبري؟ كوكياج. الصدف كتجيبوه من الصويره نيت؟ كتجيبوه نيت من الصويره هذاك الكوكياج جديده. كاين في طنجة، كاين اذا في المغرب بعدا كاين. تبارك الله الطبله. هنا كنبين لكم بعض التحف والديكورات اللي مصنوعه من خشب العرعار واللي موجوده في جميع الاماكن في مدينه الصويره، وايضا ثمنها مناسب. مدينه الصويره كتشتهر ايضا بصياغه المجوهرات الفضيه. كما أسبق وقلت كان لي لقاء مع صانع تقليدي مختص في الرسم على الخشب. إذا أول شيء غنبين لكم هما هاد المرايا اللي كنستعملوها للديكور. هاد المرايا كنسميوهم لي ميغوار بورت، يعني فيهم واحد الباب كيتفتح، يمكن تخلي الباب ديالهم مغلق فكتبان لكم كلوحة، كما يمكن تفتحوا داك الباب وكيعطيكم مرآة. هاد المرآة على حسب الحجم ديالها، كاين الأحجام مختلفة. الحجم الكبير يمكننا نوضعوه في صالون، يمكننا نوضعوه في مدخل البيت باش نعطيو واحد يعني لمسة فنية تقليدية مغربية للبيت ديالنا. كما يمكن لنا نوضعوها في حمام اللي بغينا نزينوه على الطريقة التقليدية. هنا فت بينت لكم نموذجين لتزيين الحمام بطريقة تقليدية، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا بالطبع كان لي لقاء مع كما قلت لكم مع هاد النجار او هاد الفنان اللي لقيتو كيصاوب واحد اللي كنسميوها لو لي بالداكان او الناموسيه اللي غتشوفوها كي دايره. ولكن قبل ذلك غادي نشوفوا معاه درس في فن الرسم على الخشب. المرحلة الأولى أنه كيصاوب هاد البوشوار اللي هي كتشوفوا قطعة من الكرتون مخرمة يعني مثقوبة على حسب الرشمة اللي بغى يستعمل. كتلاحظوا هاد البوشوار كيمثل الرشمة اللي عنده في الناموسية. إذا هاد كتكون عندك رشمة موجودة مطبوعة، كتوضع عليها قطعة الكرتون وكتقطع عليها هاد الرشمة، كتستعمل القاطع باش يتقطع مزيان. إذا هاد الرشمة كيوضعها على يعني اللوحة اللي باغي يزوقها أو يصبغها، وتكون مبللة شيئا ما بالماء. كنسميو البوشوار. البوشوار هذا شتي تنمسح هنا بالماء. دابا هادشي هنا راه بحالو بحال هنا بحال هنا بحال شتي تنمشي
فهمتي. ونعاود نحط هذا على هنا ونمشي بها. دونك هذا غادي تزوق به واحد المساحات كثيره ما عندهاش الحد. هذه ان بودغ كدير. هذا بودغ بحال القبص ولكن ماشي القبص، هذا لوندوي. هذا غير باش كتعلم يمكن. باش كتعلم. هذا لوند باش نطراسي دابا. دابا على لوفون هكا وإلا كانت هذه بيضاء تندير السيمون. باش كدير. عاد كتصبغ راسك. وممكن تعاود تقلب هذا هكا شتي تعاود تخدم به هكا ودير. دابا عاد كتشد لا بانتور وعاد كتخدم. انا اش كنت كنصحابط واش كدير بالبوشوار لا بانتور بالبوشوار. كاين تيخدموا بهذيك الطريقه. هذيك حاجه اللي كنعرفوا في الاعمال اليدويه كتكون هكا. لا وديما يجي لا ما لوفي هكا ديما خصني نخدم هكا. غنجيو المعلم تعلموا عندك. جا اختي مرحبا بك. بارك الله فيك. تبدا دابا هذا دوك غليظ باش نعاود نضربوا بالبيض من الجناب بحال هذا الصفر شتيه. كتلاحظوا بانه بواسطه الريشه كيعمر الفراغات اللي بين هذوك الزواقات اللي داير، ولكن كيخلي واحد الخط رقيق بين هذا الخط اللي كيرسم وهذوك الفراغات باش كيعاود يدوز واحد خط رقيق. بحال قلتي هذا فيه قطع ومقطوع. الصوره ديال الزواق اللي على الناموسيه. هذا هو واش تحدو هنا. من بعد ما ديروا هذا الاطار هذا الكونتور تقدروا تمسحوا ديك الرشمه لانك غتولي عندكم مرسومه، ومن بعد غادي تعمروا الوسط بالوان مختلفه. اصلا ما كانش هاد الصباغه في لي زاني 40 ولي زاني 20 ما كانش. كانت غير داكشي طبيعي بيغمون وداك المح ديال الابيض هو باش كانوا تيخدموا كيديروا كيخلطوه به. تيخلطوه به وداك الغرا. هذيك النيله والحمر ما عرفتش كان كيديروا كيجيبوا من التراب داكشي. كيجيبوا هذاك النيله راه كاينه فيها الانواع، كاين الحمر الكحل ماشي غير زرقاء. انا كنت كنصحاب النيله وحده زرقاء. فيها الانواع. وهذاك الصفر تاع البيض شنو كيخلطوا به الصباغه. تيخلطوا به داك المح الصفر هو اللي كيخلطوا به البيغمون. تيخلطوا به الصباغه. شتيها ما شاء الله. وراه فيها الخدمه باليد. انا كنت كنصحاب غير كديرها كدير بالبوشوار وصافي. لا فيها الخدمه بزاف. والله يسر الله يسر. عاد كدوز هاد لي كونتور عاوتاني. التورن السولينيه هذا بالابيض الجنب. وعاد كتلون هذا بالوان. غنشوفوا الناموسيه هي لو لي بالداكان ياك. لو لي بالداكان اللي كتسمى الناموسيه الكبير اللي كتبان. لي بالداكان هو بحال قلتي ناموسيه مجموعه كلها. مجموعه. عاديين الراس الكبير والراس الصغير. لا الجناب الصغار. هذه بالسقف ديالها. هذه بالبلافون. هذا هو البلافون ديالها. وهذا هو الراس ديالها. هذا الراس ديالها. هذوك شتيهم راه بيجيو هنا هذوك الرقاق. هادو هما الجناب. مازال غيكملوا باش المعلم البلافون بيجي هاك عليهم. ها هو المعلم هذا. ما شاء الله عليك ما شاء الله. اذا هذا لو لي بالداكا وها هي الكوافوز ديالو. غنبعدوا هذاك الكرسي باش يبان مزيان. اذا هذه هي الكوافوز حتى هي غترسم بنفس الالوان. نفس الالوان بحال هكا نفس لي كولور نفس. اذا هنا انت كتمشي سور كوموند داكشي اللي بغاه الكليان. اذا هادو هما الجناب اللي غيجيو لاصقين هنا. انا غنقرب لكم هنا شو. وكما قلنا هذاك هو السقف. وغنوريكم الجهه الاخرى. هذا مزيان. هادو الطاجيرات كانوا قدام كانوا كيتستعملوا في الكوزينه. دابا كنظن ولاو كيتستعملوا في الصالونات ياك. كيتستعملوا في اي مكان. في اي مكان. كان لي أيضا لقاء مع رئيس تعاونية وفاء للنجارة الفنية.
دابا الواحد الا عنده شي صالون تاع العود هكا وبغينا نجيبوها كيتزوق، واش ممكن؟ ممكن ممكن. اللي بغى يغير الصالون ديالو هكا تقليدي ممكن. هذا الزواق هذا تيكون في عود، تيكون في الكابس. كديروا حتى في القبص. في القبص حتى هو. وبحق هادشي تقليدي ولا مزيان، عندنا الصناعه التقليديه ولات عندنا مزيان. هاد البوشوار كان هديه من هاد الصانع التقليدي، عطاه ليا قال لي الا بغيتي ترسمي على الخشب كتلاحظوا بانه مخرم، اذا فيه هاد الزوخه اللي عجبتني بزاف وكنشكروا عليها. هنا ايضا هاد مجمع الصناعه التقليديه هو مكان عنده تاريخ، ورئيس تعاونيه الوفاء غيعرفنا على تاريخ هاد المكان. هذه البنايه فاش متواجدين الان، هذه كانت تكنه عسكريه ابتداء من السنوات ديال العشرينيات، من التكنات الفرنسيه الاولى. اللي كانت هذا جلسوا فيها الفرنسيين حتى خدينا الاستقلال ديالنا في 1956. ولكن الجنود المغاربه والسنغاليين بقاو هنا تقريبا حتى 1966. اذا بقات هي تكنه عسكريه. تكنه عسكريه. واني في 1959 هنا كانت الدوله مخصصينها المدارس، وحدات هنا جوج ديال الاقسام الابتدائيه. كان هذا من القنت حتى القنت هذا التحتاني هذا. كانت مدرسه هذه دابا؟ كانت او ميم طون كانوا العسكر، واني كانوا الدراري تيقراو هنا. كانوا هنا جوج ديال الاقسام الابتدائيين. ما كانش مسميين هذه المدرسه شي لا 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 لا، كانت ديما كتسمى هي القشله. ديما كتسمى القشله. وكانت في الاواخر ديال الستينيات بدايه السبعينيات كانت هنا كتقام الاحتفالات ديال عاشوراء. البرج هذا اللي كتشوفوه هنايا، هذا شكون اللي بناه السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام. اش من تاريخ؟ في 1846. هذا البرج علاش جا في هذاك التاريخ بالضبط؟ لانه في 1844 كان الهجوم على مدينه موغادور من طرف لو برانس دو جوانفيل. وين فاش جا السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام لقى بانه الجهه الجنوبيه ديال مدينه موغادور ما كانتش محصنه. اذا هنا جهه جنوبيه في الصويره. هذا كيتسمى دابا البرج الجنوبي. وهذا الباب هذا تابع للبرج؟ لا، تابع للبرج. هذاك الباب هذا الباب تابع للبرج، وعنده دابا فتحوا ليه واحد الباب اخر من ليه. حين دابا كتدخلي هو كتلقاه سو فورم دي زاركاد. خواس خواس هكا بحال على الطريقه بحال ديال شي اسطبل، وعنده جوج ديال المنافذ للسطح. كاين الدروج هنا على اليمين وكاينين الدروج هنا على اليسار. وكاينين المدافع اللي محطوطين تمايا. دابا قلت لك دابا هذا الدار في 1846. وعندكم واحد الشجره هنا قديمه. هذيك الشجره كتختلف الاراء فيها. شي تيقول لك 100 عام، شي تيقول لك 300 عام، شي تيقول كلها واش تيقول. كاين اللي كيقول لك ما عندها حتى 70 عام. وكاينه بنتي كبيره بزاف. واخا كبيره لانه هذاك النوع ديال الشجر هكاك هو داير. ما عرفتش السميت. هذيك السميه عندها الاسم باللاتينيه. كتسمى لافيتولاكا دي لوكا. لافيتولاكا دي لوكا. بالفرنسيه كتسمى الفيكوس. وبالعربيه كتسمى اللبخ. واني الناس ديال المعهد العالي ديال الزراعه والبيطره كيعطوها واحد الاسم اخر مصطلح على حسب الشكل واللون ديالها، كيسميوها لابات ديليفون. مع داك الجزء عندهم كيسميوها لابات ديليفون. وهي من الفصيله ديال الكاوتشو. ما كتعطي لا شي حاجه، ما كتعطي والو، حتى العود ديالها ما تيصلح لوالو. سا سيراريا. هي كتعيش غير بالرطوبه. هي واحد النوع ديال الشجر كي تري زيمي، il résiste seulement avec l'humidité. هذه هي الشجره العملاقه اللي موجوده في مجمع الصناعه التقليديه بالصويره، واللي تحدث لنا عليها رئيس جمعيه الوفاء. كنشكرو بزاف وكنشكر المعلم مصطفى. كنتمنى تزوروا مدينه الصويره وتزوروا مجمع الصناعه التقليديه بهذه المدينه. والى فيديو اخر باذن الله.